أهلا بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصلت في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. رسمياً تم عقد اتفاقية لتطوير منطقة عالم الروم في الساحل الشمالي من قبل شركة ديار القطرية، والبدء في المرحلة الأولى في 2026. شركة ويلث بلس بتطلق مشروعها الجديد آت 90 على طريق التسعين الشمالي مباشرة، وحدات إدارية وتجارية وطبية بأسعار تبدأ من 5 مليون جنيه. مجموعة طلعت مصطفى بتطرح 13,000 وحدة سكنية في مشروعهم في سلطنة عمان. وماونتن فيو بتعلن عن إطلاق مشروعها الجديد حياة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية باستثمارات تصل إلى 28 مليار جنيه. مصر إيطاليا بتخطط لتأسيس شركة للاستثمار في الشركات الناشئة خلال 2026. وأخيراً رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بيخطط لإقامة منتجع سياحي في إيطاليا باستثمارات تصل إلى 145 مليون دولار. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية. استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.